سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تكونوا باحسن الاحوال يا ربي وبصحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد مع وصفه جديده. وصفه ديال اليوم اللي هي بسبوسه بالشوكولات مسقيه بواحد لاصوص ديال الشوكولات اللي هي بنينه بزاف ومذاق واعر. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم ونال الاعجاب ديالكم، وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميلا والصحاب ديالكم. كما كتشوفوا البنات نبداو على بركه الله بالمكونات. احتاجيت 2 بيضات لدرجه حراره المطبخ، كما كتشوفوا احتاجيت كاس ديال السميده البنات، السميده ديال الحرشه. احتاجيت البنات كاس ديال الحليب كما كتشوفوا، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، كاس الا ربع ديال الزيت. هنا احتاجيت البنات 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، يعني كيعطي واحد المذاق اللي هو لذيذ. هنا احتاجيت ساشي ديال الفاني و2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. نبداو على بركه الله البنات. هنا خديت الخلاط الكهربائي، درت فيه 2 بيضات، كاس الا ربع ديال السنيده كما كتشوفوا البنات، كاس الا ربع ديال الزيت. يعني نفس المكونات البنات كتضيفوهم كاملين مع بعضياتهم. هنا البنات ضفت كاس ديال الحليب، زدت عليهم 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، ساشي ديال الفاني، الوزن ديالها 7 غرام. صافي غادي نخلطوا المكونات حتى تنسجم ان شاء الله مع بعضياتها. هنا من بعد ما يعني خلطت المكونات الاولين، زدت عليهم 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى، كل ساشيه كتوزن 7 غرام. غادي نخلطها مزيان كتجي على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا البنات خديت المول ديالي ودهنته بالزبده، وغادي نرشو بالسميده البنات ديال الحرشه. من بعد ما وجدت المول ديالي كيجي على هذه الطريقه هذه البنات، تبارك الله كتجي واحد البسبوسه في الفران، يعني كتنسيك البنات في الكيكه. كتجي بسبوسه اللي هي شاربه واحد لاصوص وكتجي خطيره البنات وزوينه في المذاق. كما كتشوفوا البنات ضفت الخليط ديالي على المول، وضروري خاص يكون الفران سخون من قبل. هذا هو الخليط ديالي البنات، ندخلها طيب في الفران ان شاء الله من طيب نرجع معكم بحول الله. ندوزو طريقه تحضير صوص الشوكولا. احتاجينا فيها كاس الاول ديال الحليب كما كتشوفوا البنات على هذه الطريقه هذه. نضيف الكاس الثاني ديال الحليب، يعني كتحتاج 2 كيسان ديال الحليب البنات. هنايا 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، معلقه كبيره ديال السنيده. ضفت كذلك معلقه كبيره ديال النشا، الا ما كانت النشا عوضوه بالدقيق الفورص. كما كتشوفوا البنات نخلطوا كل شيء على البارد، عاش من بعد ما نسجموا المكونات مع بعضياتها نديروها في واحد النار اللي هي مهيله البنات. كما كتشوفوا البنات هنا احتاجيت الشوكولات، يعني اي نوع كان عندكم اللي كيعطيه واحد المذاق اللي هو زوين وميم طون واحد التعليكه اللي هي زوينه. هنا البنات من بعد ما وجدت لي الصوص ديالي كتجي على الطريقه هذه، يعني اون فوا تحيدوها من العافيه كديروا عليها المورسو ديال الشوكولا على هذا الشكل هذه. صافي كتطربوها مزيان مزيان تذوب مع الخليط. كتجي على هذه الطريقه هذه تبارك الله صوص ديال الشوكولا اللي هي ناجحه 100%. غير جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم. هنا البنات من بعد ما طابت لي البسبوسه حيدتها من الفران وبيكيتها بواحد الفورشيط كما كتشوفوا البنات على هذه الطريقه هذه. شو تبارك الله ناجحه 100%، يعني طايبه على حقها وطريقها. وضروري البنات وكنزيد ناكد البنات يعني يكون الفران قبل سخون. كما كتشوفوا البنات هنا قطعتها دي مورسو اللي هما صغار، يعني واخا تكون يعني البسبوسه سخونه لاصوص خاصها تكون البنات بارده، حيت اللي زدتوا لاصوص سخونه على البسبوسه حتى هي سخونه كتعجن البنات.
ضروري تكون اما البسبوسه سخونه ولاصوص اللي هي بارده ولا العكس. كما كتشوفوا البنات هنا درت عليها الصوص، خليتها تشرب مزيان هذيك الصوص البنات، وضفت عليها البنات كتزيين الفيغميسيل اللي هو اسود. يعني بغيتو تزينوه باي حاجه عندكم لكم الاختيار. هنا زدت البنات القرقاع كتزيين. شو تبارك الله طايبه على حقها وطريقها، وكتجي واحد البسبوسه شاربه الشوكولات، كتجي يعني بلا ما تبقاو تحتاجوا البنات كيكه. هذه البنات كتجي بنينه وخطيره. شو تبارك الله كيفاش جات، نوريكم كيفاش جات من الداخل. شو تبارك الله يعني ناجحه وهشيشه البنات. غادي نقطع معكم شويه نوريكم كيفاش جات. شو تبارك الله البنات، يعني هي دغيا كتقطع دغيا كتفرتت، حيت هي هشيشه بزاف وكتجي بنينه، واحد المذاق اللي هو زوين. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم، وديما البنات فعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الجديد ديالي، وتابوناو في القناه باش تكبر العائله ديالنا ان شاء الله. وديما ما تنسونيش من جيم وسبسكرايب وبارطاجيو مع الفاميله والصحاب ديالكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده بحول الله.